اي انسان في الدنيا بتحصل له اي مشكلة او موقف وحش اثر عليه، قدامه طريق من اتنين. الاول ان هو يفضل كاتم المشاعر السلبية دي جواه، مشاعر السلبية او مشاعر الحزن نتيجة الموقف او الصدمة اللي حصلت دي، يفضل كاتمها جواه، وتلاقيه دايما بيشغل نفسه علشان ما يفكرش فيها، ويقول الجملة المشهورة: انا بشغل نفسي طول اليوم وبهري نفسي شغل علشان اجي بالليل اتهد انام من غير ما افكر، ويصحى يعيد نفس الدايرة تاني، يفضل عايش في الدايرة دي ويفضل كاتم المشاعر دي جواه. طيب دي ليها اثار سلبية؟ ايوه ليها اثار سلبية كبيرة جدا، لانه مع الوقت هو كاتم المشاعر جواه، فاول ذكرى بتجيله عن الموقف او الصدمة اللي حصلت دي بيرجع له نفس المشاعر كأن الموقف لسه حصل النهاردة، حصل دلوقتي. طيب ده ليه سبب؟ ايوه السبب اني انا قلته، ان احنا عاملين عملية كاتمين المشاعر جوانا، ما خرجناهاش، فبالتالي اي ذكرى للموقف هترجع المشاعر تاني بكل قوتها كأنه لسه حاصل. على عكس الطريق التاني اللي هو ان انت تبدأ تعمل لها تمرير او عملية تفريغ انفعالي، ان انت بتبدأ تخرج المشاعر السلبية دي جواك عن طريق مثلا ان انت تلاقي شخص بتحبه تبدأ تتكلم معاه وتخرج الشعور السلبي ده بين اسلوب الفضفضة، او ان انت تبدأ تلعب رياضة فتبدأ تخرج الطاقة السلبية اللي جواك والمشاعر ومشاعر الغضب، ان انت تطلعها في حاجة مفيدة زي الرياضة، تنزل جيم او تلعب بوكس، او انك مثلا تعمل هواية، زي في ناس كتير جدا بتخرج وبتطلع المشاعر السلبية دي بهوايات زي الرسم، الكتابة. فانت لازم لما تحصل لك موقف وحش في حياتك مسبب لك اثار سلبية، يبقى لازم تعمل لها عملية تمرير وتفريغ انفعالي. علشان كده دايما تلاقي ناس كتير جدا لسه عندها مشاكل من ايام الطفولة عدى عليها سنين، بس تلاقيهم لسه بيتألموا بيها لحد الان. فانا سؤالي ليك النهاردة، انا عاوزك تقولي انت كنت من النوع اللي بيحب يعمل تفريغ انفعالي، ولا كنت من النوع اللي بيكبت المشاعر السلبية دي جواه؟ هنا في مساحة نفسية بنقدم دعم نفسي، وكل يوم بنقدم معلومات جديدة عن الصحة النفسية. فلو انت عاوز تعلم من صحتك النفسية يبقى لازم تكون واحد مننا وتعمل فولو، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده. استمتع بوقتك يا صديقي.